سلام الشيلات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا غايه، تكونوا بصحه جيده. جبت لكم وصفه جزائريه، محبوبه الجزائريين. البطاطا فريت ومعها الدجاج. هذه الوصفه يحبوها كبار وصغار، ما كاش اللي ما يبغيهاش، محبوبه الجزائريين كامل. هنا جبت لكم زوج صدور دجاج، ماشي زوج صدور، صدر واحد على كيما نقولوا نقسمته على على النص. غسلته بالخل وشويه تاع السكنجبير باش تقي عن هذيك السفوريه تاع الدجاج. كما عارفين الدجاج مسفر شويه، انا غسلته بهذه الاخر بهذه الطريقه. وانتم اللي بغا دير غير شويه تاع الملح ولا شويه تاع الخل، يبقى الاختيار ليك سيدتي. هنا قطعته عشوائيا، المهم ما تغلطوش، ديروه رقيق باش ما يجيكمش خشين بزاف. هكا درت شرائح ملاح. وصفه قلت لكم هذه ما كاش اللي ما يبغيهاش، يبغوها كبار وصغار. ما كاش اللي ما يبغيش الدجاج، غير اللي ما ياكلش، غير اللي ما ياكلش الدجاج، اللي ما يبغيش هذه الوصفه. راني بقى لي هذا الطرف تاعي غادي نكمله. انا قطعتها شرائح عاديين، كل وحده وقطع كيما تبغي. هنا غادي نعاود نستفه في الطونطرافاي وندير له ساشي ونضربه بهذه المطرقه. بعد انتم تضربوه باي حاجه، اللي ما عندهاش هذه تضربها باي حاجه. هذه الطريقه باش الدجاج يجي طري. من ناكلوه ما يجيناش عاصي، يجينا طري، يجي بنين في الماكله، ما يجيش عاصي. كاين دي فوا الدجاج اللي يجي شويه عاصي، بصح هذه الطريقه كي ديريها يجي اطري. ضربيه مليح مليح، ضربي غايه كاع ما تقولش بهذه اللي نضرب بها. نتوما باي حاجه، المهم حاجه ثقيله اللي تضربوا بها الدجاج. هنا غادي نديره في الزلافه ولا في اي حاجه اللي غادي ديروا فيها التتبيله. الاولى درت الملح باش ما ننساش الملح، درت الاولى رشه تاع الملح، رشيتها مليح. عندي مغرف تاع موتارد، مغرف مليحه، مغرف صغيره تاع قهوه. عندي رشه تاع الحرور وشويه تاع السكنجبير. وعندي تاني نص حبه تاع ليم عصروها غايه الغايه في وسط الدجاج. تاني الليم يعطي بنه شابه في وسط الدجاج، عصروها غايه. هذيك العلفه قلعوها ما تخلوهاش باش ما تعطيناش طلقناش المروريه. وغادي ندير شويه تاع الهريسه ولا الحار، فلفل حار ولا هريسه، كل واحد منطقه تختلف من منطقه لمنطقه كيفاش يقولوا لها. واللي بغات تزيد شويه تاع الثوم دير شويه تاع الثوم، يبقى اختياري، انا ما درتش. واللي بغات دير شويه تاع الثوم، دير سنه هكا صغيره وديرها مع الخلطه. دروك غادي نغطيها ونخليها بجيه. نتوما اللي كان درتوها في الليل هذيك علامه كاع، وغدوه الصباح قيس الفطور كما نقولوا ولا العشاء ولا طيبوهم. المهم التتبيله على الاقل خلوها من نص ساعه الفوق باش هذيك الحراوك اللي درناهم باش يدخلوا فيها يجوا بنان. وهنايا ما كاش اللي ما تعرفش تقطع البطاطا ولا تقليها ولا شو، ولا من درت لكم طبق واحد قلت نصورها معاكم باش نستافدوا كاع من الوصفه. هنايا كنت منقي شويه حبيبه تاع بطاطا وقطعت دروك، غير قطعتها. والدجاج راني خليته هي يتبل. هنا حميت شويه تاع الزيت وغادي درت شويه ونغمها نخلطها باش نهود كاع البطاطا باش تجيني كاع نيفو واحد، باش يجوني يطيبوا كاع على ضربه. ونخرها ونجيب مقله واحده اخرى ندير فيها شويه تاع الزيت ونحمي الزيت. ما نديرش الدجاج المقله بارده وندير الدجاج، نخلي الزيت يحمى مليح. من بعد عاد كينا ندير الدجاج. تشرب لي غايب هذيك التتبيله، نقلب شويه. وهذه الوصفه تاع الدجاج كاين اللي يديرها بلا كريم فريش، انا غنديرها لكم بلا لا كريم فريش. كاين اللي يبغي يديرها وما تكونش عندها لا كريم فريش ما يديرهاش، بصح حنايا درتها لكم بديل لا كريم فريش. غادي ندير لكم طريقه سهله. هنايا الدجاج راني حمرته على جهتين، حمرته من ومن. راكم تشوفوا انا نبغي الدجاج يكون شويه احمر. حمرته هكا وغادي دوك نقلعه كاع
ونزيد نكمل اللي راه باقي لي في الزلافه. هاك وخرته، ودروك غادي نزيد ندير اللي راه باقي تانيك. كملت هادوك الحبيبات، صايي حمار لي تاني هذاك الاول كملته، وزدت هذه الزوجه تاني المقله كملتها، وغادي في نفس المقله غادي نعاود نحط الدجاج الاول اللي قليته، نعاود نرده مع الزوج اللي قليته، غادي نخلطهم مع بعض. ودروك غادي نجيب الفرماج اللي قلت لكم في بلاصه لا كريم فريش. انا عندي هذا الفرماج تاع البيدو، اللي عندها الفرماج تاع المثلثات ولا تاع الحبه داك الكاري ولا دير. انا درت هنا كميه لاباس بها، راكم تشوفوا درت مغرف كبيره معمره تاع الماكله، ولي زوج مغارف وشويه تاع تاع الفرماج بالمغرف الكبيره. وهنا البيض تاع الفرماج باش يقعد لكم مده طويله اكثر من شهر، ويقعد محافظ على الجوده تاعه، بلعيه مليح وخرجي منه الهواء وقلبيه وديريه في الفريجدان يقعد لكم اكثر من شهر. الاولى كنت نشريه وكان يضيع لي ويخسر لي، ومن بعد وليت ندير هذه الضربه ولا يقعد لي محتفظه به اكثر من شهر. هنا هذاك الفرماج تاعي قد ما داب لي شويه خلطته غير بشويه، قد ما داب لي غير بشويه راني درت فيها قد كاس تاع الماء، قد كاس تاع ليموناد تاع الماء، في وسط الدجاج مع الفرماج. واللي بغات تجي هذه الصلصه تجي تاعها بيضه، تجيب مقله واحده اخرى دير فيها شويه تاع الزيت، ودير الفرماج، ودير كاس تاع ماء على حساب الدجاج. الا عندك كميه كبيره اكثر من هذه غادي تزيدي بيان سور تزيدي الفرماج وتزيد تكثري الماء. ولا عندك انا كيما هكا درت قد زوج مغارف وشي تاع فرماج ومعها كاس تاع الماء. وهنا خليها قد ما يدخل هذاك الفرماج شويه، ونقص لها الغاز وخليتها طيب عليها. وتكون اللي بغاتها بيضه ديرها في مقله واحده اخرى بيضه، باش تجيها بيضه ما تجيهاش كيما هكا حمراء. انا بغيت البنه تاع الدجاج تبقى في الفرماج، غادي نزيدها بنه على بنه. هذيك الزيت تاع الدجاج اللي قليناه انا ما قصتش خليته وزدت عليه. قلت لكم اللي تبغي الفرماج باش يجي بيض تجي مقله واحده اخرى ودير فيها الفرماج، شويه تاع الزيت وشويه تاع الفرماج والماء، وتخلطهم تبقى لها لاصوص غادي تجيها بيضه. بصح انايا بغيت المقله اللي درت فيها جات حمراء، ما جاتش جات بنينه، جات حمراء زعما جات نورمال. هنا خليته قد ما تقل شويه ووخرته بجيه. ودروك غندير لكم الصلصه تاع الفرماج. هنا عندي وحده شيف، وعندي ياغورت ناتور. هذه الياغورت شباب بزاف، اللي جربتها انا مره خطرتي الاولى خرج علامه فيه بنه ما شاء الله. هنا درت واحد ياغورت ناتور مع واحده فرماج، والقوطي تاع الفرماج غير هو ونعبرو به الزيت. راكم تشوفوا عبرت به نفس العبر تاع الياغورت ناتور. هنا عندي رشه تاع ملح، ما تكثروش الملح خاطش الفرماج راكم عارفين مالح. هنا كنت باغي ندير الخل، ماشي الخل، كنت باغي ندير الليم، ومن بعد قلت لا حتى من بعد ندير الليم. هنا حطيت البرا في القاع تاع الغراف، خليته ما طلعيش، خليه ضربيه واحد ضربه ولا زوج، ديري شويه تاع الزيت. من بعد عاد كي تبدي تطلعي وتخلطي. بصح الضربه الاولى خليه شغل في القاع، ما تطلعيش وتهودي، خاطش كون طلعي وتهودي غادي تجيكم الصلصه تجيكم خفيفه وميها ما تجيش شابه. بصح هذه الطريقه كي تخلي البرا في القاع ومن بعد تقعدي تخلطي الصلصه تاعكم تضمنوها بلي تجيكم ما تجي ثقيله. نتوما تقل على حساب الزيت، بغيتيها ثقيله هكا تزيد تكثر الزيت، ما بغيتيها كيما تاعي انا دوك تشوفي الوصفه ديري الزيت على حساب وحده فرماج وحده زيت وحده ياغورت ناتور. هنايا كملت شويه تاع الزيت اللي بقات لي، وغادي ندير شويه تاع المعدنوس. راكم تشوفوا ولدي حط لي القاط تاع المعدنوس. انا عندي المعدنوس درته في كونجيلاتور باش ما يضيعليش.
خاطش كي يقعد على برا راكم عارفين يضيع بالخوف المعدنوس يصفر. راني مقطعاته مشلته ومقطعاته وديرته في الكونجيلاتور. هنا غادي ندير عصره تاع الليم مليحه، عصرو غايه. غادي ندير شويه تاع المعدنوس، انا عندي مقطع، درت قد مغرفه صغيره تاع القهوه تاع معدنوس. واللي عندها خضر افري دير عرش ولا زوج باش يعطي تاني يعطي بنه ويعطي الشكل شباب تاع الاخر. الثوم اللي تبغي الذوق تاع الثوم قاطع فيها دير عندها حبه تاع الثوم. وكيما انا ما بغيتش الثوم يجيني قاطع بزاف، درت نص الحبه، قل من نص، درت غير واحد شويه ما كثرتش بزاف. ونعاود نضرب نميكسيها خضره ولا زوج. والصلصه تاعنا غادي تكون واجده. هنايا قد ما ديك الحبه تاع الثوم تتفتت مع ديك شويه تاع المعدنوس. هاي الوصفه راهي واجده. هاد الوصفه تاع الجبن تجي بنينه وترافق مع هاد اللي فريتو كاع، تجي معاها روعه. جربوها وان شاء الله ما تردكمش في الندم. هنا الدجاج تاعي صاي راه قلت لكم طاب، وخليته ديك شويه ديك الفرماج هكا دخل كيما نقولوا في داك الدجاج باش عطاه البنه. ودرت لي فري تاعي في الطبسي، وهنايا شويه تاع لاصوص. واللي بغات قلت لكم لاصوص راني عطيتكم الفكره كيش ديروها وحدها. وهنا الصحن التقديم تاعي راه واجد. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، وان شاء الله وصفه تنال اعجابكم. ان شاء الله فيديو جديد، ومشيات ما تنسوناش اللايك وتبارطاجيو الفيديو باش يوصلكم كل جديد. واللي عجبتها الوصفه تقول لي في الكومونتير الوصفه الا كان عجبتها ولا لا. واللي بغات وصفات وحده اخرين كيما هكا ان شاء الله ما عليها غير تابع اللي مازال الجديد ان شاء الله يا ربي يكتب. وهنا غادي ندوق معكم حبيبه مع لاصوص جات ما شاء الله، وصفه ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وما تردكمش في الندم. باي باي.